نفسي الاقي سبب واحد يخليني اقول هو انا ليه مكمل مسلسل الفرنساوي وبستناه كل اسبوع، مع ان المسلسل ده تحسه انه متكرر من حاجات معمولة زمان. لايكك الجميل يا صديقي، وتعالى نعمل مراجعة نص مسلسل الفرنساوي. احكي لك. نفسي في حياتي اقابل حد بيقول الحقيقة من اول مرة. المسلسل ده من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار اللي ملوش أعمال كتيرة في عالم الفن نهائي. هم عملين قبل الفرنساوي، كان مسلسل نمرة 2 اللي كان من تأليفه وإخراجه، وكان فيلم قصير اسمه شوكة وسكينة كان سنة 2017 تقريبا، وكان من بطولة منة شلبي وبرضه كان تأليفه وإخراجه. واقفل على كده. مصر فيها 160 ألف محامي، لكن ما فيهاش 2 منك. خالد الفرنساوي. قصة مسلسل الفرنساوي مش القصة الجديدة خالص، بمعنى ان هو محامي بيقع في فخ كبير قوي وبيحاول يخرج منه بالذكاء، وبتحصل احداث كتيرة قوي في وسط الهبل اللي انت بتتفرج عليه. هل مثلا القصة فيها احداث جديدة؟ لا نهائي. القصة دي احنا متأكدين ان احنا شفناها قبل كده في حاجة من حاجات اللي اتفرجنا عليها، اذا كان اجنبي او عربي. انما بقى اللي محلي قصة الفرنساوي، مش هقولك بس ان نهاية كل حلقة تعتبر مهمة جدا انك عايز تعرف ايه اللي جاي، انت عندك كمان ان صعود الاحداث ماشي بنغمة ممتازة تصاعديا، بمعنى ان انت لا بتجري قوي ولا واقف ممل ومش عارفين ايه اللي هيحصل والموضوع فيه مط. المسلسل سياقه ماشي بسرعة ممتازة لمتعة المشاهدة، لدرجة ان الحلقتين اللي يعتبروا مدتهم كبيرة الا انهم مش هيشبعوا رغبتك في انك تتفرج على المسلسل. بعد ما الحلقتين يخلصوا هتلاقي نفسك لسه عايز تكمل، فبالتالي هتستنى الاسبوع اللي بعده. عم المحامين كلهم. البنت لما فاتت في المستشفى قالت ان انت اغتصبتها. اخراجيا المسلسل ده يعتبر على درجة عالية من الذكاء الاخراجي، لانه السهل الممتنع، يعني مفيش تشغيل دماغ زايد من المخرج، هو ماشي بالنمطية العادية جدا لنوعية المسلسلات اللي زي دي. وده في بعض الأحيان بيكون ذكاء شديد في إن إحنا جايين نقدم مسلسل كليشيه جدا. القصة دي انتوا شفتوها قبل كده يا جماعة، فاقعدوا استمتعوا بيها مرة كمان. تعالوا بقى نروح للأداء التمثيلي اللي فيه حاجات ممتازة قوي وهتخليك مستمتع، وفي حاجات تانية عايزه ما تظهرش تاني ابدا على الشاشه اذا كانت الصغيره او الكبيره. ويا ريت انتوا كمان تروحوا تعملوا لايك. أستاذ خالد، أنت عينة نادرة من البشر. انا وانت ما نفرقش عن بعض كتير. تعالوا نبدأ من عند الفنان جمال سليمان، الفنان السوري، بشخصية الديب اللي عاملها في المسلسل. على قد ما الراجل ده جميل ظهوره على الشاشة ومريح نفسيا، الراجل طالع بلطجي ولكن بلطجة الذي تحبه. هتلاقي ان جمال سليمان برغم انه عامل الشخصية حلوة قوي، ولكن يا جماعة اللكنة، يا جماعة اللغة، بسبب اللكنة المصرية على لسان الفنان جمال سليمان هتلاقي ان في سكتات غير منطقية في وسط الجملة، وده بسبب اللكنة، بسبب اللغة المصرية الأصعب تقريبا في التمثيل بيها قدام الشاشة. هتلاقي ان الفنان جمال سليمان مش قادر يقول المونولوج على بعضه، فتلاقي ان الجملة مكتوبة، حضرتك يا فندم هتقول من هنا لهنا، تلاقي في النص فيه سكتات غير مبررة تفصلك من المشهد اللي انت بتتفرج عليه، فتلاقي الجملة ما بقتش معبرة زي ما كانت هتكون من فنان مصري قالها من الأول للآخر. وده تعليق الوحيد عليه. إنما هل هو قدم الشخصية كويس؟ الممثل ده عبقري، اي حاجة يعملها بجد، ممثل موهبته كبيرة قوي، ولكن نرجع للكنة المصرية اللي صعبة عليه قوي. الراجل ده ماسك عليكي فيديوهات. وخالد ده عامل زي القطط، 9 ارواح. وانا مش قلت لك لو شفتك تاني هحبس؟ اما عن فرع الاداء التمثيلي النسائي في المسلسل، فعندنا جنى الاشقر اللي طلعت سنة 24. والله عملت 6 أعمال في حياتها كلها، والآن ما شاء الله متجهة إلى البطولة النسائية وبقوة. جنى الأشقر نقدر نقول إن أدائها يعتبر كويس جدا على واحدة طالعة ما بقالهاش سنة وربع، فكمجهود هي بتقدمه بجد مجهودها يحترم جدا، لأن فعلا هي بتبذل مجهود واضح في إنها تثبت نفسها قدام الكاميرا. موهبتها دي لسه هتختبر مع الوقت، لأن حاليا الجهد الشديد اللي هي بتعمله يقدر يوهمك ولو لحظة إن في موهبة كبيرة، ولكن الموهبة دي بتظهر وقت ما المجهود يقل لما الفنان بيوصل. فهنستنى، لأن شكلها خلاص، يا شكلها بكرة الصبح او بعد بكره بالكتير هتعمل البطوله المطلقه، فخلينا نستنى ونشوف ادائها هيكون عامل ازاي.
ويركبكم بالغرور. فرنساوي مع حكايه. كده الكلام حلو. أما عن الفنانة إنجي كيوان فهي ممثلة بأداء متواضع جدا بيخدم الدور في حدوده فقط، ولكن موهبتها لحد دلوقتي لا يعتمد عليها للأدوار اللي أكبر من كده. الفنانة عائشة بن أحمد في واحد من أفضل أدوارها لحد دلوقتي وهو دور جثة، لان هي طلعت في 3 مشاهد، اتكلمت في 2، ومن يوميها هي مدفونه تحت الارض بتطلع جثه كده على الارض، فيعتبر من افضل مشاهدها اللي ممكن انت تتفرج عليها لحد النهارده. انا ظهرت النهارده عشان اول مره احس ان انا خايفه. دي الحب القديم مش كده؟ وطبعا من غير ما نقول ان افضل اداء نسائي في المسلسل هي الفنانه الكبيره سوسن بدر، اللي عامله زي ماركه مسجله لاي دور بتاخده، قادره تسيطر عليه تماما بموهبتها وبخبرتها الكبيره قوي. تعالوا بقى نروح لبطل العمل الرئيسي وهو عمرو يوسف، ونشوف هل اداؤه هو الافضل لحد دلوقتي في المسلسلات المصريه ولا برضو سابك تعلى معاه، لكن تعلى عليه مش هيسيبك. انت هتبقي اول قضيه في حياتي. الفنان عمرو يوسف ولحد نص المسلسل تقريبا بيقدم افضل اداء رجالي في المسلسل كله، تقريبا هو اللي شايل المسلسل ده على كتفه، مفيش اداء افضل من ادائه مهما كان مين الاسماء اللي جنبه، مع كامل احترامي للكل. عمرو يوسف قادر يسيطر على المسلسل بادائه لوحده وبحضوره وكاريزمته قدام الكاميرا. شخصية الفرنساوي من اكتر الشخصيات اللي لايقة على عمرو يوسف في التلفزيون، ويمكن اقول لك ان اداؤه في المسلسل ده هو افضل اداء ليه في التلفزيون من سنين طويلة قوي. ولو حاولت تقارن اداؤه مع اداء مثلا سامي الشيخ او احمد ايهاب هتلاقي ان ادائهم ضعيف وبعيد قوي عن اداء عمرو يوسف بطل العمل الرئيسي، وده بسبب ان هو تقريبا صاحب اكبر موهبة في كل اللي موجودين من اسماء من فئته العمرية. كل اللي انا حبيتهم ضيعتهم. خلاصة الكلام اللي انا قلته واللي مش عارف اقوله ان مسلسل الفرنساوي هو المسلسل اللي قصته متعادة مليار مرة ولكنه ممتع، هو المسلسل اللي اخراجيا ما فيهوش اي جديد ولكنه مثير انك تتفرج عليه، هو المسلسل اللي صورته حلوة بسبب منصة العرض اللي بتعرض عليها واللي تعتبر هي الافضل حاليا في كل المنصات بتاعت المسلسلات اليومين دول. تحب تعيش معاه؟ انا ما اعرفش ابويا اصلا. انا عارفه انا بحب اساعدك ليه. ولو هدي تقييم لنص المسلسل بس لحد دلوقتي انا هديله 8 من 10 مستريح. المسلسل ده ممتع انك تقعد تتفرج عليه برغم الكليشيهات اللي انت بتشوفها، فاتفرجوا على المسلسل لو ما كنتوش بتتفرجوا، ولو قفلتوا منه من اول حلقة قولوا لي في التعليقات، قولوا لي رأيكم ايه في الكلام اللي انا قلته ده، مستني رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. اشوفكم الفيديو الجاي. انت عملته ده اسمه جريمه مكتمله الاركان، يعني براءتك 25 سنه. انا حاسه ان هو السبب في موت البنت دي.